انت في الكتاب هذا تقول كلمه، تقول لابد الاعتراف بالمساعدات اللي وجدتها من الشعب المغربي ومن ملك المغرب والملك محمد الخامس وولي العهد حسن الثاني. قلت بانه كانت مساعدات كبيره للثوره الجزائريه. هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذه الاشكال تاع المساعده تاع الشعب المغربي؟ الشعب المغربي الاولى في العيد الكبير كل الجلود تاع الكباش يلموهم كامل من الشعب يبيعوهم ويعطيونا دراهم للجبهه. هذا من ناحيه الشعب. من ناحيه الملك ولا الملوك، يعني ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء. شكون اللي يستقبلوه؟ مغاربه. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل، يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا حنا نديوه. هذا في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك شوفوا احنا نعطيكم السلاح، وعطونا السلاح هما بروحهم. قال لك بصح ما نحبوش كرتوشه واحده تحكي بها في بلادنا، نديوه نروح ديراكت يدخلوه ولا ندخلوه. هكذا كان الحال. انا خطراها ولا مازال عقل عليها، جاب لنا قال لي شوف نهار فلان هو بوصوف قضى المسؤوليه تاع الارمامون ورابطه جنرال، قدم لي الحسن دو، قدم لي السفير روسيا، قدم لي السفير يوغوسلافيا، سفير بلغاريا. قال لهم كل ما قص السلاح ولا كذا سي منصور. ما دونك من ناحيه المغاربه يعني في الحقيقه ما نجموش نذكروه. ما نقدروش ننكروه هذا. مش نذكروه.